بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وعنوان جديد في برنامج قضية ورأي. هذا البرنامج الذي نسعى أن نطرح فيه قضية تناسب المجتمع الشبابي، وأكثر قضية والله أعلم تشغل الشباب في هذا الوقت هو الزواج المبكر. الزواج هو قرار مصيري لا شك، وقرار جميل، ولكن في نفس الوقت عندما يكون الزواج مبكرا فهذا يعني بأنه يحمل أبعادا اجتماعية وأبعادا نفسية. سنتحقق وإياكم اليوم من هذا الموضوع عن طريق يعني نقل أو إطراء بعض المعلومات في إيجابيات الزواج المبكر والسلبيات من منظور الشباب، وما هي الدوافع للزواج المبكر، مع صديقي وأخي عمار. أهلا وسهلا عمار. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم أحبائنا المشاهدين والمستمعين الكرام في حلقة جديدة لهذا اليوم، وفي موضوعنا الشيق، ونقول لكم مرحبا مرة أخرى، وإن شاء الله نكون عند حسن استماعكم إن شاء الله. طيب، في البداية نسأل الله عز وجل أن يجعلها إن شاء الله حلقة مباركة، وأن تكون المعلومات فيها إن شاء الله تكون معلومات قيمة بإذن الله عز وجل. عمار، خليني أبدأ الموضوع. أنا دائما أحب أبسط المواضيع في الشرح. جميل. خليني أتكلم عمار عن مفهوم الزواج المبكر. الآن الزواج المبكر كثير من الناس يسألون: ما هو الزواج المبكر؟ ماذا تسأل فيه؟ هل الزواج المبكر ماديا؟ هل الزواج المبكر أمورا أخرى؟ أم الزواج المبكر إيش؟ يعني أنا الآن أسأل نفسي سؤال: إيش هو الزواج المبكر؟ تأخذ الصورة العامة. أي، خلينا نبسط الصورة العامة، مو ناخذ الصورة العامة فقط. أنا أبسط الصورة العامة. الزواج المبكر هو الزواج الذي يتم قبل أن يصل الشخص، رجلا كان أو امرأة، إلى مرحلة النضج الكافي من جميع الجوانب العاطفية والنفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية. ولا يرتبط الزواج المبكر بعمل أو بعمر محدد فقط، بل يرتبط بقدرة الفرد على اتخاذ قرار وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية. بشكل مبسط، الزواج المبكر هو أنك تبدأ وتتخذ هذه الخطوة في سن مبكر، قبل أن تكون ناضج عقليا، اجتماعيا، نفسيا، زي ما تعرف عمار، وأيضا اقتصاديا. زي ما تعرف الجوانب هذه عمار جوانب جدا مهمة قبل اتخاذ خطوة الزواج. صحيح. فأنا يعني ما أدري هل ممكن الإنسان يبدأ هذا الموضوع وهو أصلا يعني مستواه النفسي، مرحلة النضج اللي وصلها من العقلانية ما زالت لسه متأخرة. وهل الأمور النفسية والاقتصادية، وهذا أعتقد أنه يعني أكثر شيء يشغل موضوع الشباب وفكرهم: هل أنا جاهز ماديا؟ صحيح. ولكن الموضوع لا يقتصر فقط على المال. يعني الزواج ليس مال فقط، إنما في جوانب أخرى أخذناها في مفهوم الزواج، بأنه هناك نضج عاطفي مطلوب، هناك نضج نفسي مطلوب، هناك وعي كبير جدا لابد للإنسان أنه يكون فاهمه ومتصور إيش اللي يدار نفسه. ولكن أنا عمار، خليني أسألك سؤال. مثلا كون أنك يعني مثلا تنقل رأي الشباب أو تمثلهم، يا سلام. هل النضج النفسي والعاطفي ما مدى تأثيره في الحياة الزوجية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نبدأ البداية هذه في الجانب النفسي للشباب والشابات. فهو دائما هذا البوابة الرئيسية، أو هي بوابة الدخول في هذا العالم. دائما أنت قلت في البداية النضج. لما تكون ناضج
والنضج طبعا لا يعرف عمرا صغيرا او كبيرا. بعض الاحيان تلاقي شخص عمره تقريبا 20 سنه انضج او عقلاني من الناس الكبار اللي هم واصلين 40 50 سنه، واحيانا العكس. ولا دائما زي ما قلت انت لا ينطبق عمر على النضج او العقلانيه. وفي جوانب رئيسيه في هذه الناحيه النفسيه والاقتصادية. طب خليني أنا عمار، ولا عشان لا أقطع كلامك، بس أنا في سؤال أكيد إنه يدار الآن في عبر الشاشات. هل بمعنى إني أنا إذا اكتملت والنضج عندي يعني نفسيا صار عالي أتقدم للزواج؟ ولكن طيب أنا الناس تسأل، عندي مثلا صح. الجوانب المالية شوية ناقصة، إيه؟ عندي الجوانب النفسية، عندي موضوع إدارة العلاقات. هذا أمر صحيح. جدا مهم بينك وبين الزوجة. هل بمعنى إنه إذا اكتمل عندي جزء واحد فقط أروح أنا أواصل وأترك الجميع؟ لا، هذا هو اللي كنا بندخل عليه، وانت سبحان نعم. الله سألت. نعم. طبعا في الجانب الزواج او جانب الحياة الزوجية في جوانب أساسية وثابتة. زي ما قلنا الناحية النفسية مهمة، النضج مهم. عندنا اتخاذ القرار، انك تكون واعي. الجهة الدينية او الطرف الديني، يعني تكون عارف انت هذا الزواج ايش مقصده او ايش غايته في الدين، او كيف ارشدنا الدين في هذا الزواج، من حيث انك لما تدخل الزواج باذن الله تعرف تتخذ قراراتك بناء على ما امرنا به الله ووصانا فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذه الخطوات نمشي فيها، وبإذن الله حتلاقي حياة زوجية مستقرة كاملة، وحتلاقي دائما السرور والسعادة في حياتك. طبعا الجانب النفسي زي ما قلنا ما في أحد يخلو من المشاكل، ما في أحد يخلو من التعب، ما في أحد يخلو من ضغوطات الحياة. لكن نحن عندنا دائما أنك لما تدخل تكون صاحب مسؤولية، سواء الشاب أو الشابة يكونون أصحاب مسؤولية. كل شخص يعرف مهامه، يعرف إيش يقدم في هذه الحياة، يعرف هو إيش واجبه في هذه الحياة. فنحن الآن لما يجيك الآن زي ما قلنا واحد تزوج بدري مثلا، بحيث إنه قال والله أهله غصبوه، أو أو يشعر بالوحدة، عنده مثلا شاف الناس أصحابي يتزوجوا، صحباتي يتزوجوا، أنا أبغى أتزوج كمان. صارت الناس تمشي زي ما يقولون مع القطيع، ولا يحسبون حساب ما هو قادم. أنت لما ما تحسب حساب اللي جاي، أنت كذا ما صرت صاحب مسؤولية، حتصير زي ما قلت مغامرة تائهة. جميل. زي ما تدخل في غابة وأنت ضايع ما تعرف الطريق نهائيا. تفضل. جميل. كنت بتتكلم. طيب صراحة عمار هذه نقاط يعني مهمة جدا طرحتها، ولكن يعني في سؤال مهم جدا ويفكر فيه الشاب كثيرا. يعني أنت الآن لو جيت تمسك قضية الزواج المبكر، الزواج المبكر بلا شك له دوافع كبيرة جدا. أكيد. فأنا يعني من خلال تحليلي يعني قدرت أصل إلى عدة نقاط أعتقد والله أعلم وأحكم بأنها هي الأقرب إلى أنه الشاب، وهذه هي الدوافع إلى الزواج المبكر. خلينا نأخذها حبة حبة عبد عمار. أولا دافع العادات والتقاليد. لاحظ أنه في بعض القبائل، أو خلينا أقول بعض الجنسيات، المشتهر عندهم بأنهم يزوجون في عمر مبكر. أذكر مرة قابلت واحد من الإخوان من دولة اليمن العزيزة الغالية علينا. أهلا وسهلا. الرجل هذا كان عمره تقريبا 17 سنة، 17 في العمر هذا، وكان شغال في أحد المحلات. سلمت عليه أخبارك وإن شاء الله بخير، كيف أمورك؟ وبدأ على طول معي. طبعا أنت عارف يعني، خلينا إحنا نتكلم في سن 17 18. أنت الآن أقصى همومك أنك تدور على الشارع. توك مخلص ثانوي فتنتقل إلى مرحلة جامعية. إيه؟
عشان تدور يعني شهادة وتدور تخصص. أكبر وأقصى شيء عندك في هذا العمر أنك أنت كيف تختار تخصصك الجامعي أصلا. جميل. وأتكلم معه وأقول له إيش مسوي، ويعني هو صديق. فقال لي والله يا أنس أنا في الفترة الحالية صراحة الحمد لله قبل عدة أشهر رزقني الله عز وجل بولد. يا أخي من جد. قال لي والله احنا عندنا في اليمن الزواج المبكر عندنا ما شاء الله مشتهر، بل منتشر، بل أصبح من العادات والتقاليد. بل يعني نقل، يعني أنا أنقل عنه يقول أنه في بعض المناطق يعني أنت إذا دخلت إلى سن معين 20 22 سنة عيب. وما تزوجت يعتبر عيب. فقلت له يا أخي والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أنتم قاعدين تحثون شبابكم ما شاء الله متزوجين. قال لي إحنا عندنا 17 18 خلاص تبدأ الوالدة الآن بشكل جدي تبحث لك عن امرأة، تبحث لك عن زوجة، خلاص تبدأ تبحث لك 19 أنت مخلص. هو ما شاء الله داخل بدري. هذا كلام قبل كم سنة. السنة الماضية قابلته قال لي أنا ما شاء الله الآن الابن الثالث. وين الثاني؟ ما شاء الله. قال لي ما شاء الله الآن عندي 3 أبناء، وهو تقريبا يعني 22 23 سنة. فهذه واحدة من الدوافع اللي موجودة عند بعض الناس اللي هي العادات والتقاليد. الأمر الثاني وهو سلاح ذو حدين، الضغوطات الاجتماعية. أحيانا تصل إلى سن يبدأ المجتمع يضغط عليك. كثير. ما يضغط عليك يضغط عليك من الجانب. يا أخي في عندي مشكلة مع هؤلاء الناس اللي لا يكفي المسلمين من شرور لسانه. بمعنى أنه الإنسان الشاب كان أو شابة عندما تتأخر عن الزواج فهي تتأخر لظروف تخصها. صحيح. على سبيل المثال مثلا أصحاب خلينا أتكلم على صعيد الرجال، قد يؤخرهم عن الزواج الإنسان هذا تلقاه مثلا أكبر فرد في الأسرة موجود، مسؤول، عنده مسؤوليات، عنده ضغط مادي ونفسي رهيب، يطمع وأمله بأنه يتزوج، ولكن المشكلة بأنه الضغوطات والالتزامات اللي عليه عالية جدا، فقد يتأخر سنة سنتين ثلاثة. في هذا الجانب يأتوك ناس يعني باردة مبردة عندهم على قولتهم، ويأتي يتكلم عن هؤلاء. ليش ما تزوجت؟ ليش ما؟ هذه الأسئلة التي تدار يعني خليني أقول لك، إذا دخل الشاب إلى 27 إلى 30 سنة تبدأ هذه الأسئلة. طب أنت جالس يا أخي ليش ما تزوجت؟ يا أخي البنات موجودين، ولكن أنت إيش اللي ينقصك؟ أنت جالس كذا على الفاضي. يا أخي طب خلاص استغل شبابك. ما هو ويتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، صحيح. ولا يعلم ما هو الظرف الذي يمر به الإنسان اللي قدامك. صحيح. فلذلك شوف الحكمة الإلهية هنا عندما الله عز وجل قال في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا. الله عز وجل شوف أكبر طاغية موجود في هذا العالم ومر على الزمن هو فرعون. صحيح. فالله عندما قال لنبيه وقولا له قولا لينا، سبحان الله، شوف هذا التوجيه جاء من الله عز وجل، يدل على أنه كلام الطيب يمشي على وإحنا ذكرنا أصحاب الخير وأصحاب الشر. نعم، بل يعني من الحكمة أحيانا أنك أنت تتعامل بالأسلوب الحسن من أجل حل المشكلة. فأنت هذا الضغط اللي هو يمر به الإنسان الآن من تأخر يعني رجل كان أو امرأة، أنت ما تعرف إيش السبب. بدل ما أنا أشوف في بعض الأناس عندهم ما شاء الله في هذا الجانب ما يجي يدور على المشكلة، يدور على الحل. يجي يقول لك مثلا أنت إيش مشكلتك؟ مثلا زي هذا اللي صاحب مسؤولية يجي يقول ترى مشكلتك أنت على المسؤولية، أنا أدعمك. يعني زي هذا الإنسان يوم يطلع شاب أو شابة ويحاول يدعم هذا لأنه يتزوج، ترى هذا بيتوكل على الله وينطلق ويتزوج. في ناس كثيرة فتحت بيوت زي كذا، في ناس كثيرة وعندهم مسؤوليات سبحان الله
زي هذه العينات اللي ما تدور على انها تطلع العيوب اللي فيك. ليش ما تزوجت؟ ليش وليش وليش وليش؟ ما تدور على الحلول، ما تدور، ما تعطيك عذرك، ما تعطيك الاشياء اللي انت مفروض فاهم تتجنبها وتمضي في حياتك. هذول الفئة التي تساعدك هي المطلوبة في هذا الزمن صراحة. هذا الزمن نحن نحتاج ناس زي هذولا، انك بحيث بدل ما تدور على المشكلة وتقعد تحفر فيها وتزيد الألم ألمين. يعني هذا أكيد موجوع. ما في إنسان ما بيتزوج، وما في رجل يستطيع العيش بدون زوجة، ما في نهائيا. رسولنا الكريم اللي هو رسول الأمة وخير ما خلق رب العالمين كان معه زوجة، وكان يفتخر فيها، وكان يقول هي سندي وهي كل شيء عندي. كان إذا صارت له مشكلة أول إنسان كان يروح لزوجته. فدائما لما ندور على الحل بتلاقي الزواج ينفتح دائما للشباب من هذه الفئة، يعني أقصد. فإذا فتحنا المجال هذا وحاولنا نساعدهم فدائما بنحصل الفرص، لأنه الناس خلاص تفضى أنها تتزوج، تفضى أنها تشوف الحياة الزوجية. ثانيا الموضوع هذا موضوع توفيق. ربنا إن شاء الله إذا وفقك كتب لك الزواج اللي أنت تبغاه، أو الحياة الزوجية الهادئة الحلوة اللي أنت تبغاها، هذا كله توفيق من رب العالمين. ولا يخفى علينا يعني أن الزواج دائما قلنا هي حياة هادئة وناعمة، تتطلب مسؤوليات وتضحيات، تتطلب دائما أن تكون ذو رأي سديد، ذو عقل حكيم، تكون كل المسؤوليات في يدك. يعني زي ما كانوا آبائنا الله يعطيهم الصحة والعافية، نشوفوا ما شاء الله أغلب الآباء الآن، خاصة نحن الإريتريين، أنا أتكلم عن الإريتريين ما شاء الله علينا، تلاقيهم ما شاء الله. طبعا أنا أتكلم عن الجيل الأول، جيل آبائنا هم متزوجين بدري، فتلاقيه الآن 25 سنة 30 سنة هو متزوج، أبنائهم كبروا. لكن الدنيا تتغير زي ما قلت أنت، ونحصل زي هذه الفئة اللي أنت كنت تقول عنها. معليش قاطعتك. لا ابدا ابدا، انا صراحه مستمتع جدا. وفي الحقيقه انه اعتقد هذا واحد من الدوافع الكبيره جدا، او اللي يعني خليني اقول لك الدوافع السلبيه اللي ماخذينها او اللي تمر على الشباب رجالا ونساء، هو الضغط الاجتماعي. وهناك من الناس من يهرب إلى الزواج أو يذهب إلى الزواج عشان يهرب من الضغوطات الأسرية. صحيح. بعض الناس يشوفون بأنه الشباب، أو بعض الناس يشوفون بأنه الزواج يعني كأنه مهرب من الضغوطات التي أمر بها داخل المنزل، فأدخل في دوامة الزواج، وأحيانا من كثر الضغط الأسري الذي يمر به الإنسان قد لا يحسن الاختيار. فممكن اللي قدامه خلاص شاف إنه هذا المخرج الموجود، أتوكل على الله بلا النظر بالشيء اللي أنا أحتاجه، وبلا النظر في الأمور اللي أنا يعني المفروض إني أنا أستطلع عليها قبل ما أختار شريكة حياتي. ولكن بسبب كثرة الضغوط الموجودة عنده شاف له أول مخرج وتوكل على الله، قال لك بيدي لا بيدي عمرو، هذا المخرج الأول وتوكل على الله. ثم قد ينتج عنه بسبب هذا القرار السريع، ينتج عنه بأنه الاختيار يكون غير موفق، الأمور تكون يعني معسرة نوعا ما، يكون هدم بيت، يعني لعله دخل في قرار سريع غير مدروس، ويتحمل النتائج التي تأتيه. وقد يوفقه الله عز وجل بأنه يعني يكون هذا الاختيار اختيار موفق وتستمر الحياة. أيضا يعني من ضمن الدوافع الأخرى اللي هو الاندفاع العاطفي.
يعني تلاحظ انه ترى في عمر معين كذا في الشباب المشاعر تكون عندهم جياشه اعمق، خلينا نكون واقعيين يعني. جميل. إيه. فالاندفاع العاطفي هذا قد يعني يحكمك الى انك تتخذ قرار بعاطفتك. صحيح. وكان يقول احدهم العواطف عواصف، فممكن العاطفه هذه اذا انت ما قدرت تتحكم فيها تاخذك، فهي عاصفه. فانت يعني قد تدخل في عاصفة لا تستطيع الخروج أيوة منها. عاصفة المنجي منها الله عز وجل فقط. إيه. فلذلك واحدة من الاندفاعات القوية جدا تكون ايش؟ تكون العاطفة. وانا عندي هنا نقطة خليني اتكلم فيها، بس هنا انا اتكلم خليني اتكلم على صعيد النساء. في سن معين، هذه طبعا فلسفة خاصة بي طبعا، ولكن في فلسفة في سن معين عند النساء، خليني اتكلم مثلا من 12 الى 20 سنة. هذه هذا العمر تكون فيه عاطفة البنت مرتفعة جدا. فواحدة من الحلول اللي توصلت لها طبعا بعد الدعاء والحسن التربية والى اخره، من اجل تجنب دخول المفاتن ودخول العلاقات المحرمة والحفاظ على يعني الحفاظ على الطابع الديني الموجود في العائلة، هو التشبيع العاطفي. صحيح. أنت دورك الآن كرجل ودورك أنت كأخ كبير مثلا هو التشبيع العاطفي لما هم دونك من خاصة المرأة. ليش؟ يعني هي تكون مكتفئة عاطفيا في منزلها، لن تبحث بإذن الله عز وجل إلى شيء خارجي. فأنت الآن هذه واحدة من الحلول اللي أنا توصلت لها، بأنه التشبيع العاطفي في هذا العمر بإذن الله عز وجل يكون إيش؟ يكون سبب في تجنب المشاكل. دافع أخير أتكلم فيه قبل الانتقال إلى النقطة الأخرى، وهو قلة الوعي بحجم مسؤولية الزواج. البعض يعني أنا لن أكبر موضوع الزواج ولن أصغره في الحقيقة، لنكون واقعيين. الزواج شيء أمر جميل، ولكن في الحقيقة هو مسؤولية أيضا. فأنت لا تعتقد أنك أنت داخل الزواج كأنه أمر بسيط، كأنه يعني حياتك كفرد وحياتك كوحدة شريكة أنت مسؤول عنها نفس الشيء. لا، يعني اختلافات جذرية. أنت الآن انتقلت إلى بيت محدد، أنت مطلوب منك أمور، مطلوب منك تغطي الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، الأمور النفسية، الأمور العاطفية كلها الدينية، أنت مسؤول عنها كلها. أنت الآن لم تصبح شخص، أنت أصبحت شخصين. الموضوع الآن أصبح إيش؟ أصبح مسؤولية كبيرة جدا، أكبر من الحجم اللي هو فيه. أي. فلذلك يجب أن يكون الوعي موجود قبل الزواج. أنت لا تدخل الزواج تعتقد بأنك كأنك جالس في غرفتك كذا لوحدك، والوالدة الصباح تقوم تسوي لك الفطور وتغسل ملابسك ومدري ايش، وعايش كذا لوحدك، همك الوحيد بس ايش اتابع اليوم، ولا ايش اقرا، ولا ايش اذاكر. لا، انت الان انتقلت الى موضوع اخر، وصارت المرأة معك، وصارت الامور كلها موجودة، والحركة الان يعني حركة ثقيلة. انت الان ما تحسب حسابك فقط، تحسب حساب شخص نفسك وزوجتك وابنائك المستقبليين. فهو ليس تخويفا، وليس يعني مش المقصد من هذا الكلام يعني لا تسوي اي لا، ولكن احرص. يجب الوعي. وانا صراحة دائما مع الواقعية، لا احب التمثيل الكبير صراحة، ولا احب يعني تكبرة المواضيع واخراجها باطار معين. اكون واقعية مع الناس. انا صراحة لست متزوجا، ولكن يعني خليني اقول لك هذه امور اجتماعية ممكن الواحد يعرفها. انا لسه يعني على قولتهم ماني في الجك يعني صح. ولكن في امور واقعيه خليني انا اكون واضحه وانقلها بنفسي، ومن ثم يعني لكل واحد يعني في الاخير مساره. خليني قبل ما تنتقل للنقطه الاخرى، تفضل. عندنا في نفس هذا الجانب
عندنا جانب الأسرة. في بعض الأسر تيجي تقول لك زوجوه يعقل. زوجوه يعقل هذا يعني أنت إيش رايح تلعب كورة وترجع؟ ما هذا اللي ترى منتشر بكثرة إيه، جدا. ما أنت يعني ما حتدخل مصحة نفسية، يعني أنت راح تدخل عند إنسانة راح تكون مسؤول عنها أمام الله، وراح تحاسب عليه على هذه الإنسانة يوم القيامة. انا تراني و... و... ولا اقطع كلامك، تراني تفضل. اختلف اختلافا جذريا مع هذا الكلام. وهذا من ضمن الكلام اللي انا كنت اقولها قبل شوي، بان هذا من ضمن الكلام اللي يعني ايش زوجوه يعقل بالله يا جماعه، يا اخي بالله يروقونا يا جماعه. زوجوه يعقل بمعنى يعني المراه هذه هل هي بتنتظر انسان داخل الزواج غير عاقل عشان انا اشيل همه ولا اشيل؟ انت الان دورك كرب اسره لانك انت تكون اصلا. انا والله لو استرسلت يا عمار في النقطه دي يعني بتكون يعني موضوع كبير جدا. طيب عندك استطراد في الموضوع ولا اسالك عن الجانب المادي والاستقرار؟ ما بس عندي إضافة بسيطة تفضل. إنه في موضوع الأسرة، يعني ترى هذه الامرأة هي إنسانة زي ما أنتم ولدكم تبوه يعقل، ترى هذه كمان البنت بعض الأحيان يبوها أهلها يبوها تعقل، فأنت تدخلهم مجانين يدخلون على بعض، إيش يصير؟ بيصير انفجار في البيت، ما بيصير أي حياة، وما بتصير أي حياة زوجية، وما في أي استقرار. بهذا بحيث الأشياء هذه التهور الأسري اللي صاير، أو القرار هذا الطائش الجاهل، بيصير ضياع للشاب والشابة، بحيث انهم كلهم لعل وعسى انهم بكرة النهار حرفيا يصيروا مجانين بسبب هذا الشيء. صح. هذا يتصرخ عليه، وهذا يصرخ عليه، هذا يمد يده عليه، وهذا يمد يده عليها، ويلا هات واسحب وخذ وتعال محاكم بوليس والاشياء هذه. فنحن من الاساس واجب الاسرة هذا واجب كبير، انك تخلي ابنك او ابن او بنتك تكونوا مهتمين فيهم، يعني تعطوهم صورة من ما قبل الزواج، او انكم في حيث انهم هم مراحل العمر تعلموهم، بحيث انك انت الاب او الام تكونوا قدوة لهم، التصرفات، الاسلوب، التعامل، توروهم كيف هذه الحياة، بحيث انه لما يجي يدخل على الزواج او مرحلة الزواج يكون جاهز. ايضا اضافه الى هذا، في ناس مختصين. صحيح. في ناس مختصين في موضوع الزواج وتهيئه الزوج والزوجه قبل الزواج، ولكن هنا يدخل شيء اسمه كبرياء. ما ادري ايش اقول لك، ولكن يدخل في شيء اسمه كبرياء. انا يقول لك انا اتصل على واحد يعلمني كيف انا انا مريض يقول لك ما ادري ايش. يا اخي التعلم ترى معك كما ذكرنا في الحلقات السابقه، معك في كل مكان عادي. صحيح. يعني انت ترى يعني الله عز وجل يوم وزع العلم بين الناس عطى عمار شيء، فتح الله عليه في شيء، فتح الله على انس في شيء، فتح الله على عبد الرحمن، وفتح الله على احمد وعلي واغلق الله عليه جوانب اخرى. فقد يكون الله عز وجل لم يوفقك، يعني لم توفق في هذا الجانب. فهناك ناس مختصين يعطوك التعليمات، يعطوك كيف تدار. في بودكاست كثير جدا يتحدث مثلا عن الزواج المبكر وامور ثانيه اخرى. هنا طبعا عمار في مداخله في اليوتيوب من اخونا بلال سعيد انعم واكرم، يقول بانه صراحه الزواج المبكر بالنسبه لي اقرب للمغامره، اقرب للمغامره منه للمسؤوليه، لانك تدخل تجربه كبيره قبل ما تكتمل الخبره والنضج، وممكن تنجح وممكن تتعب. لذلك لازم الواحد يفكر مليون مرة قبل ما يقدم على خطوة، أو قبل ما يتقدم على خطوة زي كذا. أنا صراحة أتفق معك يا أخي بلال، ولكن أنا ما حقول لك مغامرة صراحة، يعني بأنه الزواج المبكر بالنسبة لي يعني ما هو يعني انا ما صراحه قاعد احاول كذا في نص الحلقه اطلع مصطلح مناسب ما بين المغامره والمسؤوليه. ولكن انا اقول اذا انت كان عندك قرار داخلي وانت قادر بانك تتحمل المسؤوليه فتوكل على الله. لاني انا توصلت
إلى أنه الزواج استقرار داخلي. قرار واستقرار داخلي، هو قرار داخلي. الإنسان عندما يعزم على مثل هذا الشيء لابد يكون القرار هذا نابع من داخله. أنت تسأل نفسك: أنس، أنا جاهز للمسؤولية؟ أنا جاهز لكيت وكيت وكيت والأشياء والدوافع اللي احنا والأمور اللي احنا تكلمنا فيها في الزواج، هل أنا جاهز؟ هذا السؤال تسأل نفسك. أنا ما يحتاج يملي علي أو فلان ولا علان، ولا يحتاج أني يأتيني المجتمع ويضغط علي، ولا يحتاج بأني أنا أدخل في الدوافع العاطفية والدوافع والأمور هذه من أجل أني أنا يعني تغطي جانب أي ناقص عندك. لا، من أجل أن أنا يكون عندي أمر آخر. ومن ثم هنا رسالة مهمة جدا، بأنه لا يكون الآخرين هم معيارك. صح. وأنا توصلت إلى شيء. شوف، نقلا عن واحد من مدرسينا يقول أن المنافسات، طبعا هو توصل لهذا الشيء ومن ثم أنا اقتنعت فيه صراحة، بأنه المنافسات في هذه الدنيا كلها غير شريفة إلا منافستين. ايش هي؟ أن تنافس نفسك واحد، سلام. وأن تنافس الآخرين في القرب من الله عز وجل. سلام. سلام. ويقول بأنه لا تخلي الإنسان اللي أمامك هو معيارك. ليش؟ لأنه سيدخل فيه الحسد، وسيدخل فيه الغيرة، وسيدخل فيه الأمور الكثيرة جدا. فلذلك من هذا المنطلق أنا أقول: اترك الدوافع الاجتماعية، لا تخلي المقارنة موجودة بينك وبين فلان وعلان، لا تخلي الجانب الآخر يؤثر فيك. لكل إنسان، نعيد ونكرر، لكل إنسان له الرحلة المختلفة له تماما. صحيح. أنت قد يوفقك الله في سن معين، أنا قد يوفقني الله عز وجل في سن معين، وإلى آخره. لا يكون الآخر هو معيارك. أنت انظر إلى حياتك الفردية. أحيانا أنت يا عمار تكون أكبر الناس الموجودين في الأسرة، فالحمل اللي في ظهرك كبير جدا. والبعض الآخر يكون هو أكبر الأسرة ولكن ليس لديه حمل. صحيح. مستقر ماليا، عاطفيا، أموره ماشية كلها، فيتزوج في سن مبكر. ثم يأتيك هذا اللي يد يعني رجله في المويه الباردة يقول لك: يا أخي وينك يا أخي، ليش ما تتزوج؟ أنت رحلتك مختلفة عن رحلتي. أنت يسر الله عز وجل لك الطريق، أنا لم ييسر لي الطريق. فلذلك لا تحكم على الناس، ولا يكون الآخر هو معيارك. كلام سليم. كلام خليني جميل. أتكلم أو أسألك عمار عن الموضوع الاقتصادي والمادي، وهل الأمر هذا يعني هل الآن أكثر الشباب يتكلمون بشكل عام: يا أخي والله أنا ماني بجاهز، أنا صراحة ما عندي المهر، أنا ماني مستعد للزواج. طيب الزواج هل أسويه عائلي أو أسويه عام؟ هذا السؤال. طيب شهر العسل، طيب البيت والأثاث، أسئلة كلها تدار حول المال. إيش حقيقة الموضوع هذا عمار؟ والله نحن اولا في زمن اكثر ماديات. الناس جميل. صارت تتطلع في انت في حسابك في كم، انت كم حتدفع، وانت ايش حتسوي، وين حتطلع، زواجنا فين بيكون، بيتنا كيف، نشتري قصر، نشتري فيلا. ما له داعي. الحياة المستقرة الهادية ما يحتاج لانك ترفع سقف طموح الاقتصاد اللي عندك بحيث انك تدمر البيت اللي انت ساكن فيه او الحياة اللي انت عايشها. ما لها اي لازمة حرفيا. نحن ما نقول انه الجانب الاقتصادي مش مهم، ما هو اساسي، هو اساسي، لكن ما هو كل شيء في الزواج او في الحياة الزوجية. بيكون ماخذ جزء، ماخذ جهة. طبعا المال او الحالة الاقتصادية مهمة جدا، وبناء عليها تقدر تمشي، وانت بناء على الحياة الاقتصادية تقدر تبني حياة افضل واريح زي ما يقولون. وفي هذه الجهة الآن صارت الزواجات، صار الناس يطلبون مهر عالي. يعني الأهالي صارت ما تساعد في هذه الناحية، صاروا يطلبون مهر عالي، يطلبون ذهب، يطلبون، فيضطر الشاب أو الشابة إنهم يكنسلون الزواج بسبب إنه والله الأهل ضاغطين عليهم من ناحية اقتصادية. يا أخي
اطلب القليل. والله شوف، والله إنه ربنا بيعينك وإنه ربنا بيوفقك. إيش كان في حديث أو كان في والله ما أدري، ما بفتي، بس يقول أقلهن مهرا فيهم خير، شيء زي كذا. فدائما الشيء البسيط، الحياة البسيطة هي اللي تستمر، هي اللي تكون هادية، هي اللي تكون فيها السكينة والاستقرار. الجانب المادي دائما نحن نقول هو أساسي، لكن ما هو في كل النواحي. نحن دائما نحاول نطور الجانب الاقتصادي، نحاول نطور الجانب العاطفي، نحاول نطور في كل الجوانب اللي عندنا، ودائما نتوكل على الله. يعني ربنا ما بيخليك لوحدك. وزي ما قال في الحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ثلاث أو حق عليهن الله أن يرزقهم، منهم اللي يبغى الزواج للعفة، اللي بيتعفف ويتزوج والله ربنا بيفتح له طريقه ولا بيشوف الدنيا. نعم، في ناس كثير، هذا حديث ترى مريح جدا. في ناس كثير الله عز وجل يوم يقسم بشيء ويقول ثلاثة حق على الله عز وجل، واحد منهم رجل يريد العفاف. تعطيك خطوة كذا، نفس كذا يعني مريح في ظل الزمن المتعب هذا. أمر مريح جدا جدا عمار. ولكن خليني، ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم التفاعلات عالية جدا. ولكن أحدهم يقول في رأيي حسب شخصية كل من الطرفين، فإذا كان أحدهم غير ناضج أو مسؤول على هذه الأسرة الصغيرة التي سيكونها على أساس ديني صحيح وتربوي لإنشاء أجيال صالحة في المستقبل، فهذا ما يمكن أن نقول عنه أنه مغامرة. وفي الحقيقة كلامك هو عين الصواب. ويعني الأمور النضج كما ذكر حبيبنا الغالي هو لابد يكون شريك الطرفين من أجل المصالح فيما بعد الزواج. لابد أنه يتذكر أن هناك أبناء سيكونون على عاتقه وتربية كبيرة جدا يمرون بها. وبالمناسبة هناك يعني فرق، أو العالم يعني يختلف بين أمرين. يعتقد، سئل أحد المشايخ، خلينا أجيبها بهذه الطريقة، سئل أحد المشايخ في أحد الدروس العلمية وقيل له رزقني الله عز وجل بمولود فماذا تنصحني؟ فقال أنصحك أن تتعلم التربية. وقال الشيخ بأن الناس الآن في الفترة الحالية يعتقدون بأن التربية هو أنك تؤكل ابنك وتلبسه أفضل الماركات وتعطيه أفضل الهواتف، وإنما هذه هي النفقة. والتربية أجمع الشيخ وأجمع العلماء على أنها تختصر أنك تنجي ابنك من عذاب الله عز وجل. هذا هو ملخص التربية، بأنك تنجي الابن أو الابنة من عذاب الله عز وجل. في الحقيقة الحديث في هذا يطول، والحلقة يعني وهذا العنوان عنوان جدا ماتع، ولكن ثمة رسالة أخيرة أقول فيها بأنه لا تنشغلوا بما يدور حولكم، فلكل واحد رحلته المختلفة، وإنما الزواج في وجهة نظري هو قرار داخلي. عندما تريد أن تبدأ هذه الخطوة اسأل نفسك عدة أسئلة: هل أنا جاهز لهذه المسؤولية؟ هل أنا جاهز لإعطاء الطرف الثاني جميع حقوقه؟ أم أنا أريد أن أعتلي المنصات وأعتلي السوشيال ميديا برسالة بأنني أنا قد تزوجت، ويكون الدافع وراء هذا هو دافع اجتماعي أو دافع عاطفي أو شيء ما شابه ذلك. فلذلك لكل واحد منا يجب عليه أن يقود الرحلة بنفسه ولا يتأثر بالمحيط الخارجي. شكرا عمار. إذا كان هناك رسالة تفضل. العفو. أحب أوجه أولا للآباء والأمهات بأن يعينوا أبنائهم وبناتهم ويحثوهم على الزواج الصالح
ويعلموهم كيف يديرون الحياة الزوجية، وكيف كانت أيامهم، مع أنه الزمن قاعد يتغير، وكل ما الزمن يتغير فنحن نتعلم شيء جديد. فأتمنى من الأسرة أن تعين الأبناء والبنات بأن يكونوا صالحين ونافعين وأصحاب مسؤولية، وأن يكونوا هم خيرا لأنفسهم أولا ثم للأمة الإسلامية والعالم أجمع. ونقول إن شاء الله لكل من لم يتزوج إلى الآن، نسأل الله العلي العظيم من هذا المنبر أن يزوجنا ويزوجكم جميعا بإذن الله. ومن هو متزوج فنسأل الله أن يعطيه الخير في زواجه، وأن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة النافعة لهذه الأمة والإسلام أجمع إن شاء الله. ونشكركم جزيلا، ونرجع لأبو صقر يختم لنا الحلقة بإذن الله يجزاك خير عمار. نختم بقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وكما قال أحد المدرسين أو أحد المعلمين بأنه لا يوجد للإنسان سكن إلا زوجته، فلذلك قبل أن تبحث عن هذا السكن يجب عليك أن تهيئ نفسك بشكل جيد لهذه المسؤولية. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الزوجة الصالحة التي تعيننا وإياكم للتقرب من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل مشاهدينا الكرام أن نكون وفقنا للطرح الجميل لهذه الحلقة. نلتقيكم بعون الله وقوته الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى على نفس هذا التوقيت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. لله نعمل والقرآن منهجنا، به نسود كما أجدادنا سادوا.